السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللي احنا بنعمله دوت اسمه فرفطة الذرة. الذرة طبعا احنا بنزرعها في الأرض، يعني احنا كفلاحين دي انتاج الذرة بتاعت الأرض بتاعتي، زراعة المحصول بتاعي. إن شاء الله السنة دي كان حلو، يعني مرضي، الزراعة مرضي. اسمعي بقى، تمام يا جماعة؟ طيب بنقطعها وبنقشرها وبننشفها وبنيجي نفرفطها بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت، علشان ناكلها للمواشي وناكلها للطيور. بنفرفطها ازاي؟ يعني بطبيعه الحال لو بدك تفرفط بايدك كده يعني تعمل بقبشه في الايدين، فلما نيجي بنفرفط في كل حاجه دي كده هي متفرفطه وبنمسكها كده. جرب كده يا أم عبده، بصوا كده. ناخدها بقى نوديها المدشه عشان ندشها للايه؟ للبهايم وللطيور والكلام من ده. الفيديو دوت يا جماعه فيديو بداية لقناة جديدة، هنسميها إن شاء الله مصر الزراعية. مصر الزراعية هنعرض لكم فيها كل ما يخص تربية المواشي، تربية الطيور، الزراعة، أي حاجة بتتعلق بالريف المصري إن شاء الله بإذن الله هنصورها خلال القناة دي إن شاء الله. ف الله يكعلنا الفيديو، يدعمونا كده القناة دي باشتراكات وبتاع، هتشوف حاجات جميلة إن شاء الله بإذن الله على تربية الطيور والمواشي والزراعة وبنزرع ازاي وبنتعب ازاي وبنحصد ازاي وبندرس ازاي، كل الحاجات اللي انتوا ما تعرفوهاش او معظم الناس مش بتشوفها ان شاء الله باذن الله نعرضها لكم من خلال القناه. اتمنى تدعمونا فيها ان شاء الله بالاشتراك والتفاعل والتعليق واي حاجه ان شاء الله باذن الله محتاجين تعرفوها عن الزراعه والريف المصري هنجاوبكم عليها ان شاء الله. السلام عليكم.